حكالنا ان كان في مقبره كده، والمقبره دي نفسها المقبره بتاعت الناس البعيده، خلي بالك. وبيكون في عزا في قلب المقبره دي، وبيحضروا ناس كتير من ضمنها تمام البنت اللي بطل بتاع الجزء اللي فات انقذها من الاعدام. وبيكون المقبره دي معموله لابن الرئيس اللي تم اعدامه في الجزء اللي فات لو انت فاكر. وبيكون رئيس افتكر كام فلاش باك كده اللي حصل في الاجزاء اللي فاتت. وبتكون نشرة الاخبار حط حرفيا على البنت بتاعت الجزء اللي فات بسبب ان سبق كان هيتم اعدامها لولا ما البطل وقف جنبها، تمام، بطل الفيلم بتاع الجزء اللي فات، وتم اعدامه هي بدل. وبيكون شرطه قبض على احدى الناس المهمين، تمام، اللي في الحكومه بسبب ان هو خالف حاجه معينه. وكانت البنت لسه راجعه من البيت، فجاه مره واحده امها بتوري لها صوره، تمام، للبطل بتاع الجزء اللي فات وهو بيعمل حاجات مش كويسه مع حبيبته. وبتقول تمام البنت بتاعت الجزء اللي فات كان وراها حاجه مهمه، فعشان كده بتروح شركه معينه عشان تشوف ايه الحاجه اللي وراها دي. وبيتضح ان الحاجه دي هي ان الرئيس عايز يكلمها ويقول لها ان جاك تعبان جدا وناوي ان اي حد يشترك له النهارده في قناه سيد الانيميشن. وده بسبب ان انا نزلت الحلقه الاولى والثانيه من جورج يلاقي الدم، وفي الاخر محدش بيعبر الا في القناه الاساسيه. بجد والله بتحبوني بالشكل ده؟ طب وحياة ابوكوا لو بتحبوني بجد اكتر، تمام، روحوا اشتركوا في القناه دي، يا ريت يدعموا القناه دي زي ما تمام يدعموا قناتي الاساسيه. المهم بجد تابعتها وعملت اشتراك، يلا نكمل. المهم فبعد ما تمام بقى البنت خلاص مصلحتها الحقيقيه مع الرئيس، تمام، بتدخل عربيه معينه عشان ترجع لبيتها، لكن الرئيس بيغدر بيها وبيحط في قلب العربيه دي مخدر علشان يخدرها هي واخواتها الاثنين. فبتصعب تلاقي نفسها قصاد اتنين، واحدة ست والتانية راجل، والست دي بتكون اساسا امها. المهم الاتنين قاعدين بيتناقشوا معاها بشأن التصفية وبشأن حاجات تانية غير التصفية ممكن تسبب ان بلدة امريكا دي تطور اكتر من متطورة. وبالبنت بمرة واحدة كده بتشك بأمر الناس البعيدة اللي بيتم اعدامها، وبتشوف ان هي بتمش اعدامهم ولا حاجة، فعشان كده بتقرر ان هي تحفر احدى المقابر بتاعتهم ضمنها مقبرة تمام بطل الجزء اللي فات عشان تشوف هل الكلام ده حقيقي ولا لا. لكن مفاجأة كانت ان هي لما فتحت التابوت بتاعه لقت ان هو فاضي والبطل مش موجود. ودي حقيقة لان الحقن السامة اللي اتحطت جوه اجسامهم دي ما كانتش حقن سامة، ما كانت مخدرات. وده سبب ان هما يخفوا كام مدة، وفي اخر الكام مدة دول يصحوا لقوا نفسهم قصاد الشعب الواقع. والشاشه دي قاعده تناقش معاهم وتقول لهم انكم جوه مكان كده هيتم استعبادكم فيه دايما، وده عن طريق انكم هتشتغلوا هناك عمال، تمام، في قلب وهيتم اهتمام بيكم بامركم قلب المكان ده كاكل وشرب ونوم. وللاسف حياتكم بسبب فشلكم هتتحول من حياه الناس العاديه لحياه العبيد. وبيكونوا الطلبه كلهم دخلوا في جهاز كده عشان يحللهم ويعرف تمام هوياتهم كلها، لان لو جه يوم وهربوا في قلب المصنع ده الشرطه تقدر تجيبهم وتعمل معاهم الجلاش. وللاسف الحقيقه دي بتطلع حقيقه، وكل البولدة اللي تمام اللي بيدخلوا المكان ده حرفيا بيفضلوا جواه عبيد وما يتحرروش منه ابدا. وبيجي البطل بتاعنا وبيروح عند تمام واحد من ضمن البولدة دول على اساس انه حبيبته، وبالفعل بيتبين له كده، فبيحبوا بعض كده لدرجه حتى ان هو بيخش اوضه كده ورا تمام الحراس، وبيقعدوا هناك يمارسوا مع بعض حاجات مش كويسه لحد ما يجي اليوم اللي بعديه. وبيكون تمام واحد من البولدة تمام قاعد بيتكلم مع البطل بتاعه، بيقول له ان حبيبتك دي حبيبتي ومالكش اي حقوق انك تيجي لمتها بعد اليوم. والبطل بيكون متعصب جدا بطريقه حتى انه بيطلع روح مات المفتري اللي جواه. كله يصحى 5 ماي يجري يد وعلق عالشاي الشيطان راكبه لزمانه جاي. وبيكون كلام البطل بتاعنا هو وحبيبته بيحاول يهربوا من المصنع ده، لكن الحراس بيجوا بيطلعوا عينهم في الاخر. وبالتالي المشهد تمام عن امريكا لما هو قاعد بيكلمك ان ازاي اتطورت اكتر ما هي متطوره بشكل فشيخ، تمام، بعد ما خلاص جه الرئيس البديل بتاعها وقعد يحط في انظمه جديده ومن ضمنها اعدام البولده وكده. يعني الغريب بقى في الامر ان واحد من البولده ده كان هيتم اعدامها ومن ضمنها البنت بتاعت الجزء اللي فات. المهم بسبب ان البنت دي بس كانت هيتم اعدامها ولولا انقاذ البطل بتاعنا وكده ووقف جنبها وكده مره واحده كانت صيادت بغباء واضطرت حتى ان هي طلعت في برنامج تلفزيوني. وبيكون كل الطلبه الفاشله مخلصين تمام الشغل اللي وراهم، فجاه مره واحده جاي بيجي الظباط وبيقولوا تمام تمام للبطل بتاعنا ان تمام بريكك مش هنا، ولا حتى عباره عن انك ترتاح زيهم. البريك هو انك تتفرج على كلام الترفيه شويه، انك هتتفرج على ناس بيعاركوا بعض. هو بيكون تمام حرفيا القوي يطحن الغلبان حرفيا في قلب العركه لدرجه حتى ان خلاه ينزف كتير ويترمي في الارض بالفلاح. مش عارف الظباط ولاد
طول اللي عاملوا ايه الرياضه دي على اساس ان هي حاجه عاديه. ومره واحده كده الشخص اللي كان ايه قاعد يفشخ الاولاني ده من شويه، مره واحده كده بيشاور على البطل بتاعنا بيقول انت التاني. وبالفعل ده بيشتغل وشغل وضع مات المفتري ده من تاني. كله يصحى 5 ماي يجري وعلق عالشاي الشيطان راكبه زمانه جاي. وفي دقيقة من الدقايق مرة واحدة كده الضباط بيشوفوا في أمر واحد من إيه تمام من العمال، ومرة واحدة كده بيروحوا عشان يطمنوا عليه. بس مرة كده البنت دي بتغفلهم وبتمام إيه وبتبهدلهم كلهم. لكن زي ما الشعر بيقول لك من حفر حفرة الأخي وقع فيها، والضباط بيفلحوا إن هما يكتفوا البنت إيه تمام ويهزموها في الآخر. والبطل بتاعنا بيهزم ايه الشخص اللي كان بيعاركه من شويه بعد كام بنيه كده في وشه خلت بقه ينزف دم. والبنت بتاعت الجزء اللي فات اللي اتصيدت بسبب ان هي كان هيتم اعدامها تمام اللي هو انقاذ البطل تمام بيصعب عليها البطل اللي انقذها ده، فعشان كده بتقرر ان هي ايه على طول تطلع بره بيتها وتحاول تدور ايه على تمام على المقر اللي بيتم استعباد فيه الطلبه. صح انا نسيت اقول لكم ان تمام ان البنت دي كانت على فكره كانت عارفه ان ايه الحكومه بتستعبد الطلبه وكده يعني. في البدايه ما اهتمتش بالامر، لكن مع الوقت ايه تمام صعبت عليهم، فعشان قررت ان هي ايه تروح لحد عندهم مخصوص عشان ايه تنقذهم كده يعني. وبيكون البطل بتاعنا تمام ايه تمام ناوي انه يطلع بره المصنع ده، وده تمام ايه وده يعملوا مع الطلبة اللي معاه، بحيث ان هو الطلبة اللي معاه هيخطوه طريقة تمام يكون ايه تمام هدفها الشيء ده. وفي نفس الوقت ايه البنت بتاعت الجزء اللي فات هتقف جنبهم تمام وهتحاول تساعدهم وكده. البطل ده مش هيعمل الحركة دي مش عشان اي حاجة، لا عشان هم اكتشفوا ان هم مع اغلب البوية ده اللي هناك اللي هم زي ما بيساعدوهم في منهم اللي بيلقوا عليهم التجارب واللي من ضمنهم هي حبيبة البطل. فعشان كده البطل بتاعنا تمام بيروح اوضه الكهرباء كده. البطل بتاعنا بيروح الكافيتيريا وبيقعد هناك يتخانق مع واحد ايه من الطلبه، وكل الطلبه بنفس القصه بيتخانقوا مع بعض. فالظباط بيحاولوا ايه يحلوا الموضوع، لكن بذكائهم كلهم اول ما الظباط جم لميتوا عشان يهدوهم مره واحده كده ايه تمام اتلموا عليهم كلهم الطلبه واتقلب السقا، ومره واحده كده ايه قلبوا ضد الظباط وكانوا قلبين ضد بعض من شويه، طحنوهم وعملوا معاهم الجلاشه. وكل حرفيا الظباط بيتفشخوا الا واحد منهم، بحيث ان هو الوحيد اللي بيهرب دم من الطلبه. وبيبلغ الرئيس على اللي بيجرى له هو وفاقه، بيقول له ان الطلبه خرجوا على السيطره وكلهم ايه قلبوا ضد اصحابي حرفيا. والرئيس صرف بالامر وعشان الحاجه دي ما كانتش متوقعه بالنسبه له، فكر شويه فادرك ان دي خطه ايه تمام من كلا من ايه البطل وحبة البطل واللي تم انقاذها بالجزء اللي فات تمام، بس عشان يهربوا كل الطلبه تمام ويلغوا اللي تمام بيحصل ده، يمنعوا اللي بيحصل ده فيهم، وفي نفس الوقت بقى عشان ايه يفضحوه، فبالتالي هيطرد من منصبه. فعشان كده بيجيب ايه كميه حلوه كده من FBI يقبضوا عليهم هما التلاته. ومش بس كده، حتى البنت بتاع الجزء اللي فات برضك ايه بلا اي ذنب حرفيا بيقبضوا على اهلها كلها، ما عملهمش ذنب بالخطه، والبنت بس هي الذنب في كده. لكن العربيه مره واحده كده اللي كانت لسه هتاخدهم للبوكس بتتشقلب، وده بسبب ان كان في شخص طيب ابن حلال السبب في كده. وبس الفيلم بيخلص لحد هنا. ويا ترى هل في الجزء التالت هيقدروا الطلبه دول او طول الناس دي ان هي ايه تمام ينقذوا الوضع ويحرروا كل البوادة من ايه سجن الاستعباد ده ويخرجوا تمام ايه ده من منصبه ولا لا؟ ايه الاجابه ان شاء الله هنعرف في الجزء التالت، بس الله اعلم هل هو هينزل امتى. وبس دي كانت كل حاجه في فيديو النهارده، مع السلامه باي.